مساء الخير عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض 3 وصفات. هنعمل المكرونه بالبشاميل، وهنعمل الجلاش باللحمه المفرومه، وهنعمل اسكالوب بانيه. دلوقتي اول حاجه هنبتدي بيها الاسكالوب بانيه. الاسكالوب بانيه انا عندي كيلو من الاسكالوب بانيه زي ما انتم شايفين كده. انا بجيبه من عند الجزار، هو بيكون دقه او انا اللي باخده في البيت ادقه. يعني احنا لو لقينا فيه حتت من سميكه ممكن احنا ندقه في البيت، وممكن نخلي الجزار يدقه. بصوا انا هنا دقاه يبقى بالسم كده. تعالوا مع بعض بقى نحضر التتبيله بتاعته ونشوف هنعمل ايه. عندي بوله، المقادير اللي احنا هنستخدمها للبفتيك: ميه بصل، عندي كوبايه من ميه البصل، وعندي معلقه ملح، وعندي معلقه فلفل اسود، وعندي معلقه كمون، وعندي بيضتين، وعندي معلقتين، هناخد معلقتين كبار من الدقيق. ناخد اول حاجه اهو ميه البصل، وهكسر بيضتين، اقلب البيض مع البصل بالشكل ده. ننزل عليه معلقه من الكمون، بس الكمون ما تكتريش منه علشان ما يمررش اللحمه معاكي. وهنحط فلفل اسود، وهنحط الملح. نقلب كده اهو. بعد ما تتبل اهو خلاص خرجناه من التلاجة، احط طاسه سخنه على النار زيت غزير. وهاجي بعد كده هوريكم بقى الخطوه اللي احنا عشان خاطر البفتيك الناس اللي بتقول البقسماط بتاعها بيفك. اول خطوه ان انا بجيب حاجه غويطه زي كده، وبجيب البقسماط بحط كده وبضغط عليها كده، اضغطي عليها ما تخافيش. احط البقسماط كده واضغط عليها كده بالشكل ده. بصوا البقسماط كده كده، واحط البقسماط كده. يعني يستحسن في حاجه غويطه عشان تقدري ان انت تتحكمي. زي ما انتوا شايفين كده. بالشكل ده. طبعا انا نسيت اقول لكم ان ممكن في ساعات بعد ما تخرجيه من التلاجة ممكن نديله عصرة ليمون، بتديله يعني سنة مزازة جميلة جدا. اللي عايز يعملها يعملها، مش اللي عايز يعملها مفيش اي مشكلة، بس هي بتدي مزازة للحمة جميلة جدا. جربوها خلاص بقى كده احنا خلاص خلصنا البفتيك وحمرناه، وزي ما انا قلت لكم اهي القشره ماسكه نفسها، اهي القشره ماسكه نفسها مستوي اهو. هنيجي مع بعض بقى نعمل هنا الصوص. هحط
معلقه كده من المستردة، يعني قولي معلقتين لو هتعملي كميه، معلقتين صغيرين من المستردة. ماشي. مايونيز برضو هاخد معلقتين. هاخد برضو معلقتين صغيرين من الكاتشب. واحط عليهم معلقتين كبار من الكريمه اللبنان. معلقتين كبار كده. ما تخليش كمان الخل نيجي مع بعض بقى هنعمل المكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل انا عندي هستخدم مكرونه عجينه، انا هستخدم نص كميه الكيس، انا هستخدم معايا نص كميه عشان بس وقت الفيديو. انا دلوقتي مش عايزه اطول عليكم. انا المكرونه هنا انا سلقاها وبحط لها معلقه ملح وسبتها لحد ما تتسلق. برضه جهزت وعصقت اللحمه المفرومه، جايبه نص كيلو من اللحمه المفرومه وهنحط لها فلفل رومي مفروم احمر، وهنحط معاها 3 فصوص ثوم، وهنحط لها بصلتين مبشورين، وهنحطها على النار ومعلقه زبده، وهنحطها على النار تستوي براحتها. هنحط لها معلقه فلفل اسود، معلقه من الملح، هنحط لها بابريكا، هنحط لها معلقه صلصه كبيره، وهنسيبها على النار. واول ما تدي غلوه او ان هي تغير اللون بتاعتها ان احنا نهدي عليها عشان تستوي. انا هنا خلاص عصقت، وهنيجي ان شاء الله في مره هنعملها برضو مع بعض، بس عشان انا وقت الفيديو ما ياخدش معاكم وما يطولش عليكم. دلوقتي احنا هنحضر الحاجه بتاعت المكرونه. عندي زبده، عندي جبنه كريمه شيدر، عندي كريمه طبخ، عندي لتر من اللبن، عندي كيس خلطه البشاميل. انا هنا كده هعمل البشاميل بتاع المكرونه. بصوا بقى ركزوا معايا في الخطوه دي. انا هنزل مكعبين من الزبده، شويه زيت بس علشان الزبده ما تتحرقش معايا. اول ما الزبده تدوب معايا كده
وانزل عليها كيس البشاميل كده واقلب عشان ما يكلكعش مني كده كده. الكيس معايا بياخد لتر من اللبن. كده وقلب معايا عشان لو انا عندي مثلا اللبن بتاعي ما وصلش ممكن نكمل مكانه بالشوربه. لو عندي شوربه لحمه شوربه فراخ مفيش مشكله كملي بيها عادي. هنزل بقى معلقتين كبار من الكريمه، ادي 1 أو 3 معالق، 2 3 معالق كريمه تدي تيست عاليه جدا. لو متاح عندك حطيها، مش متاحه خلاص مفيش مشكله، بس انا بحطها لانها فعلا بتدي طعم جميل جدا للمكرونه، ودي من الحاجات اللي هي بتخلي طعم المكرونه النكهه بتاعتها جميله جدا. لكن لو مش متاح خلاص مش مشكله. ان انا بس اغطي الارضيه بتاعت الصينيه بس، يعني انا بعمل طبقه واحده مش بعمل كذا طبقه، يعني بس بخلي الارضيه بتاعت مش باينه. بس لان انا مش بحب اكتر عشان يبان برضو طعم المكرونه. اللحمه المفرومه مع السلق بتاعنا اهو. واجي بعد كده اغلف المكرونه البشاميل كده بالميه، واجي بعد كده كريمه برضه شويه عشان ايه
فيها البشاميل التاني. برضه زي ما انا عملت طبقه خفيفه برضه بتاعت، هعمل طبقه برضه خفيفه كده من فوق. واجي بعد كده انزل البشاميل بتاعي. هنا عندي البشاميل برضو بايه زي ايه، هو تخن بس معايا شويه علشان ايه انا سبته، بس مش مشكله. بصوا هو عامل زي الكريمه ازاي كده كده. خالص الصينيه كده بالبشاميل. بالشكل ده الصينيه بتاعتي. كده الزيادة دي متحرقش من فوق. في بقى نقطة عايزة اقول لكم عليها، البشاميل ممكن اخر 3 معالق في البشاميل او اخر حبة ان احنا هنحطهم على الوش في البشاميل ممكن نحط بيضة ونضربها مع البشاميل، مفيش مشكلة، بتدي وش حلو وجميل جدا للمكرونة. بس انا بصراحة نسيت احطها، بس ممكن تحطيها بتدي طعم حلو جدا للمكرونة البشاميل. ممكن ما تحطيش وتستغني عنها، مفيش اي برضك مشكلة. هنحط على الوش هنا جبنة مش بحب اوسع اكتر كتير علشان ما يبقاش ايه بس كده تشميع بس كده. عندي ورقتين كمان اهو. الورقتين الاخر اهو اللي انا بحطهم، الاخر اللي هم انا بحطهم في الارضيه. انا هنا مش هحط زبده، انا هنا بنزل اللحمه المفرومه عشان اللحمه المفرومه اصلا فيها دهون وسمنه وكده اهو.
جوه اللبن، بيديها لون جميل جدا للجلاش وطعم حلو جدا برضو في الجلاش. هنحط رشه من الملح وهنحط فلفل اسود. انا معايا كده حطيت البيضه اهي دابت. عندي اهو البيكنج باودر برضو، معلقه صغيره بيكنج باودر، عندي نص كيس اهو كده برضو هزوده عشان بيدي ارتفاع حلو جدا، بيخلي الجلاش بتاعي مورق وحلو جدا. هزوده اهو. انا هنا الجلاش قطعته كده مربعات بالسكينه كده زي ما انتم شايفين. انا كده اهو قطعته، هنزل عليه اللبن مع البيكنج باودر مع البيض عشان يتشرب الفتحات بتاعته دي كده، تتشرب الايه الخلطه دي كده علشان خاطر الجلاش يشرب من اللبن والخلطه كلها، وفي نفس الوقت يديني لون جميل ووش جميل. هدخله بقى الفرن من تحت برضو ياخد لون، واول ما يبدا ان هو يحمر من الجوانب نرفعه بقى ياخد وش من فوق. تعالوا معايا كده نبص على البشاميل برضو بتاعنا اهو. البشاميل اهو نرفعه فوق كده ياخد وش. بعد كده وبعد كده ان شاء الله هنرجع نشوف بعد ما يستووا بقوا عاملين ازاي. استنوا. وخلاص احنا كده خلصنا خالص. ادي المكرونه البشاميل اهي بعد ما طلعناها من الفرن اهي، وادي الجلاش بتاعنا، وادي كمان الصوص اللي احنا عملناه والبفتيك. لو عجبتكم الوصفات اعملوا شير واعملوا لايك، ولو في اي تعليق اكتبوا لي برده في الكومنتات عشان يوصلكم برده كل جديد. ويا رب تكون وصفاتي عجبتكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين. اهي جوسي وكريمي خطيره. الجلاش بتاعنا بصوا مورق ازاي جميل، والبفتيك بتاعنا اهوت ماسك نفسه اهوت، القشره اهي ثابته جميله مستوي.